بودكاست شبابك يا بلد. نحن الشباب الليلة جينا نمسح الدمعة الحزينة، نبني أرضك يا وطن بسواعدنا المتينة، نرجع السودان عزه نخط في أيد أمينة. سؤال دايما بينطرح في كثير شديد من المناطق، ودايما الإجابة تكون خصما على كثير من العلاقات المختلفة: زواج، عمل، دراسة، حتى الصداقة. جنسك شنو؟ السؤال اللي بيه ممكن تنتهي وتبتدي علاقات كثيرة شديد، تفضيل جنس على جنس، ودي أكبر فتنة وقع فيها الشعب السوداني، وهي كانت وما زالت أكبر الأسباب في كل شيء سيء بيحصل في البلد دي. حتى الحرب، أيوة حتى الحرب دي واحدة من أهم الأسباب اللي قامت بسببها هي العنصرية الجنسية. أنا جعلي، أنا محسي، أنا شايقي، أنا نباوي، أنا غيره وغيره وغيره، أكثر من 300 جنس بيتصارعوا في مين أفضل جنس فيهم، ونسوا كلام ربنا جل في علاه إذ قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فكان كلام ربنا جل في علاه لتعارفوا، ما لتفارقوا ولا لتنافروا. ربنا يوم القيامة هيحكم بينكم بالعدل، وهيحاسب كل من شاف أخليه بعين الاحتقار والاستصغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وهو ده مقياس الدين الإسلامي للإنسان، التقوى ولا شيء آخر غير التقوى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نحن يا صديقي العزيز بنحكم على علاقات كثيرة في حياتنا بالنهاية، أو بالأصح عدم البداية من الأساس، بسبب الجنس. أنا ولدي ما يعرس غير شاقية ولو كسر رقبته، أنا بنتي ما تعرس غير دنقلاوي ولو ماتت، وأنا ولدي ما يصاحب من الجنس ده عشان ما عايزه يبقى لي زيهم. وكثير شديد من الكلام السيء اللي بيدمر أي إنسان مهما كان واثق في نفسه. يا صديقي العزيز، أجناسنا الكثيرة مفترض تكون سبب لالتحامنا وقوتنا، بس للأسف مشينا ورا الخواجة اللي قال للجعلي كيف تقعد مع جنوبي لما جي لقاهم قاعدين في طرابيزة واحدة في القهوة، وقال له: ده عبد ليك، انت صاحب أرض وهو دخيل عليك، فكيف تسمح له يقعد معاك؟ وخلق بيننا فتنة للآن ما وقفت، وكل جنس شايف نفسه أفضل من الجنس الآخر. ومع الأسف كلنا سودانيين، بس ما واعيين لكثير من السلبيات اللي بنعمل فيها، وللأسف للمرة الثانية لسه مكملين في العنصرية وشوفة النفس على الآخرين. والله المستعان على ما نفعل ونصنع بأيدينا. وفي ختام كلامي سلامي وحبي واحترامي يا من بكم تزدان أيامي، وصوتي خارج مني صداه واقع فيكم، وإن زاد صدى صوتي يزيد فقط بأيديكم. أرجو المشاركة.